السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهارده فاخر من الاخر. ويبدا الفيلم مع الطالبه سيون اللي كانت بتكتب فيه مذكرتها وما كانتش بتلعب مع اصحابها بمخدات الريش. هو ساعتها بيوقع القلم اللي كان في ايدها فبتنزل علشان تجيبه وتكمل في كتابه المذكرات. واما سيون بترفع دماغها بتلاقي رياح شديده جت عليهم وتسببت في وفاه اصحابها وقسمتهم نصين كمان. وبيبان على سيون انها خايفه جدا ومرعوبه من اللي حصل وتوطي دماغها علشان الرياح ما تجيش عليها. واما سيون بتلاقي الرياح بدات تدمر كل حاجه بتفضل تجري في الشارع وهي ما كانتش فاهمه حاجه خالص. وساعتها بتلاقي 4 طلاب كانوا ماشيين وتحاول تحذرهم من الرياح لكنها مش بتاعت وبيموتوا 3 منهم. وبعد لحظات بتيجي رياح من تاني وتموت البنت اللي كانت معاه. وبتفضل بعدها سيون تجري في الغابة لغاية ما بتوصل لبحيرة وبتدخل جواها وبتلاقي ساعتها هدوم واحدة من الطلبات اللي ماتوا فبتلبسهم وبتنظفهم في البحيرة. وبتمشي بعدها سيون في وسط الغابة لغاية ما تلاقي نفسها وصلت للمدرسة تاني. وبتتفاجئ لما بتشوف الطلبة كانوا عارفينها وبتكون سيون مش عارفة الطلبات لكنها بتتعرف على صاحبتها زوشي وبتكون مش مصدقة انها شايفاها. وساعتها بتيجي رياح قوية على الطلبة فبتخاف سيون وبتهرب جوه المدرسة. واما زوشي بتروح لها وبتتكلم معاها. بتبدا سيون تشرح لها ايه اللي حصل وان الطلبات كلهم ماتوا في اتوبيس المدرسه. وبعدها سوشي بتاخد سيون الفصل فبتبدا تعيط وبتقول انها مش عارفه تفرق بين الحلم والواقع. فبتقول لها سوشي انها كانت بتحلم وبتخليها تخرج ايدها من الشباك علشان تتاكد ان الرياح ما فيهاش حاجه. وبتبدا بعدها سيون تطمئن وبتعرف ان اللي حصل معاها كان حلم مش حقيقي. وبنشوف بعدها سوشي اخدتها على الفصل وبتعرفها على اصحابها وبيقرروا انهم هيهربوا من المدرسه علشان يلبسوا. بعد ما الطالبات بتمشي في الطريق المدرسه بيتقابلوا بالاستاذه بتاعتهم اللي كانت تسالهم هيروحوا فين. وساعتها الطلبات بيسيبوها ويهربوا وينجحوا بقى ان هم يخرجوا بره المدرسة ويفضلوا يمشوا في طريق الغابة بسرعة كبيرة لحد ما يوصلوا للبحيرة وبيقعدوا جنبها. وبتبدأ بعدها سوشي تحكي للطلبات اللي حصل مع سيون وبتقول لهم انها حلمت ان الطلبة كلهم ماتوا. وبتتخيل وقتها سيون ان في طالبة بتتعرض من تمساح وبتتأكد ان في حاجة غريبة بتحصل معاها. وساعتها الطالبات بيلعبوا بمخدات الريش اللي كانت مرمية جنبها وبيفضلوا يلعبوا بيهم وهم مبسوطين. وبتلاحظ سيون ان في دم كان على ايد صاحبتها كان من صنع خيالها. وبيقرروا بعدها ان هم يرجعوا للمدرسة وبتفضل سيون تجري مع صاحبتها سوشي. وبعد ما سيون بتدخل الفصل بتلاحظ ان المخدة كانت على الارض وتكون عايزة ترميها لصاحبتها سوشي بس الطالبات كلها بتموت فجأة. وبيتضح ان اللي خلص على الطالبات هي الاستاذة بتاعتها واللي كان معاها سلاح قوي جدا. وتكون الاستاذة عايزة تقتل سيون بس اصحابها البنات بينقذوها. وبعد ما سيون واصحابها بيروحوا يستخبوا في الفصل التاني بيجيلهم مدرسة تانية وبتفضل تضرب عليهم نار. وبتعرف وقتها الاستاذة انها تخلص على الطالبات بس سيون بتهرب مع باقي الطلبة. وبتفضل الاستاذة وصحباتها بيضربوا على البنات نار ويكونوا عايزين يخلصوا عليهم ويضربوا عليهم كمان صواريخ بس بتحاول البنات بانهم يهربوا. وبتيجي بعدها رياح قوية وبتخلص على البنات. بتعرف سيون انها توطي دماغها وبتبدأ ساعتها سيون تجري الى نص البلد وبتروح تبلغ البوليس باللي حصل. وبنلاحظ وقتها الشرطة كانت عارفة سيون لكنها بتندى عليها باسم مختلف. واما سيون بتبص لنفسها في المراية بتلاقي شكلها اتغير وانها بقت واحدة. وبعد ما سيون بتركب العربية مع الشرطة بتلاقي البنات كلها متجمعة حواليها وبتكون مستغربة علشان البلد كلها ستات. بس بتوصل بعدها مكان شكله غريب وبتعرف ان البنات انها العروس اللي بيحتفلوا بيها. وساعتها سيون بتلاقي صاحبتها سوشي وبتسألها ازاي عايشة وبتكون عايزة تعرف ايه الحاجات الغريبة اللي بتحصل معاها. وبعد ما البنات كلها بتمشي من المكان بتبدأ سوشي تشرح لها تعمل ايه وتقول لها تلبس فستان الفرح بس لازم تقتل اي واحدة تلاقيها في وشها. وبعد لحظات بنشوف البنات بدأت تيجي عند سيون بس بتظهر ليهم سوشي وتخلص عليهم. وبنشوف بعدها سوشي راح التلفزيون وتقول لها تروح القاعة وتقتل البنات كلها. وبتكون سيون مش فاهمة ايه اللي بيحصل لكنها بتروح للقاعة وبتسمع كلامها. وبنلاحظ تاني البنات كلها كانت بتتصرف معاها تصرفات غريبة ويفضلوا يرموا عليها الريش. وبتلاقي بعدها العريس بتاعها واللي كان معاه راس على شكل خنزير. وبعد لحظات بتظهر الأستاذة وصاحبتها بس سيون وسوشي بيتحدوا مع بعض ويخلصوا عليهم. وبتهرب بعدها سيون مكانه وبتفضل تجري في الشارع لغاية ما بتلاقي واحدة مكتسباها كانت بتكلمها وكان باين عليها انها تعرفها. واما سيون بتروح تبص في المراية بتلاقي نفسها تحولت لشخصية تانية خالص وبتكون مش فاهمة ايه اللي بيحصل معاها. وتحاول سيون انها تعرف من البنات اي حاجة بس البنات بيقولوا لها تجري علشان هتخسر السباق. وبتفضل سيون تجري بسرعة كبيرة وبتفتكر لما كانت بتجري هي وصغيرة. وساعتها سيون بتلاقي سوشي ظهرت لها من تاني وبتقول لها وكان باين عليها انها تعرف. وبعد ما سيون بتخرج من السباق وبتهرب من الناحية التانية بتلاقي نفسها دخلت لجوه كهف غريب. وبتلاقي كمان واحدة من الطلبات تاخدها من مكانها وبتتفرج على الطلبات كتير كانوا ميتين. وبتبدأ بعدها الطلبة تتكلم وتقول لسيون انها تقتلها علشان هي كانت السبب في موت الطالبات. واما الطالبة بتبدأ تهاجمها وكانت عايزة تخلص عليها بتظهر لها سوشي بتقتله وعلشان الأستاذ وصاحبته وتقول لها
وتفضل تكرر اسمها بصوت عالي. بتكون سيون مش فاهمة حاجة، لكنها لما بتعمل ايه اللي طلبته منها بتلاقي نفسها رجعت لشكلها الطبيعي. واما سيون بتطلب من سوشي فهمها ايه اللي بيحصل، بتقول لها سوشي ان هم دلوقتي في عالم غريب وغير واقعي، وبتطلب انها تقتلها علشان ترجع للعالم الواقعي. وبتكون سيون مش عايزة تقتلها علشان هي صاحبتها، تقول لها تخلص عليها بسرعة. وبعد ما سيون تعمل كده وبتخلص عليها بتلاقي باب غريب ظهر في اخر التحت، وتروح بعدها سيون تدخل للباب اللي هيرجعها للعالم الواقعي. لكنها بتلاقي كل الناس بقت الرجالة، وبتعرف ان هي انتقلت لعالم عكس العالم اللي هي كانت فيه. وبتلاقي كمان صورة كانت متعلقة على الحيط، وبتعرف ان الشخصيات اللي عاشتهم في العالم الاول اتعمل منهم لعبة. وبيجي بعدها حد غريب وبيتكلم معاها، بيفضل يقول لها انها انتقلت للمستقبل. وساعتها سيون بتدوخ وتقع على الارض، وبتصحى تلاقي نفسها رجعت الكهف من تاني. وبعد ما سيون بتدخل من البوابة التانية بتشوف انتقلت المكان غريب، وبتلاقي فيه كل الطالبات كانوا محنطين. وبتفضل سيون تمشي في المكان وهي مستغربة، وبتكون مش عارفة تفرق بين الخيال والواقع. وساعتها بتلاقي حد عجوز كان بيلعب الثلاث شخصيات اللي عاشتهم في عالم الخيال الاول، وبتعرف ان هو سبب كل حاجه حصلت لها، وتكون مش عارفه تفرق بين الخيال والواقع. ويبدا وقت العجوز يشرح لها ويقول لها انها ماتت من زمان، وانهم استخدموا حمضان النووي وهي وصاحبتها وعملوا منهم لعبه. وتكون السيون مش مصدقه اي حاجه ويقول لها، لكنها بتفرجوا على نفسها وهي متحنطه. واما سيون بتروح علشان تبص لنفسها بتلاقي كمان صحابها كلهم من ضمنهم سوشي اللي كانت متحنطة. وبتلاقي بعدها الراجل الغريب جالها من تاني وبيقول لها ان هو لسه شغال على اللعبة. وساعتها سيون بتروح تضربه بالمخدة اللي كان جواها ريح، وبتنجح بانها تخلص عليه. وبعد ما الجيش كله يتحول للون الاحمر بتروح سيون واخدة العصاية من العجوز وبتخلص عليه على نفسها، بس بيطلع من جسمها ريش لونه احمر. وبنشوف بعدها اللعبة اشتغلت من تاني، بس سيون مش بتسمع لحد بيلعب بيها، وبتخلص على نفسها بالقلم اللي وقع منها. وبتكون بعدها بالفرح وتخلص على نفسها بالجزازة، وبتموت في كل الحالات.